أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام. النهاردة أخوكم في جولة على كوبري قصر النيل. فلو أنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد من رحلتنا وجولتنا. فهيا بنا نتعرف على كوبري قصر النيل في هذه الرحلة. وكوبري قصر النيل هو من أشهر الجسور في العالم، وقصة تماثيل الأربعة التي سوف نذكرها فيما بعد والتي اكتسبت شهرة كبيرة. وكوبري قصر النيل يعتبر الفضل في بنائه يرجع إلى الخديوي إسماعيل، والذي شهد عصره تقدما معماريا لا مثيل له بين أبناء أسرته. وسعى الخديوي إسماعيل إلى تحويل قاهرة المعز إلى قطعة من أوروبا، فشرع في إصدار أوامره لتشييد عدة مباني معمارية مميزة في أرجاء القاهرة، وكان على رأسها كوبري قصر النيل. وبدأت القصة مع تفكير الخديوي إسماعيل في إنشاء جسر يربط ما بين ميدان التحرير والذي كان معروفا وقتها باسم ميدان الإسماعيلية والضفة الغربية من النيل بمنطقة الجزيرة، اقتداء بمدن أوروبا التي كانت تربط الجسور بين ضفافها. وزي ما انتم شايفين في هذا الفيديو دلوقتي احنا بدأنا نتمشى أو نمشي على أول كوبري قصر النيل. وكانت فكرة إنشاء الجسر كان الناس في هذا الوقت ينتقلون في هذه الآونة باستخدام النقل النهري عبر المراكب الشرعية اللي كانت بتقف بجوار بعضها البعض، وتمتد عليها ألواح من الخشب كي يسير الناس عليها. هو ما جعل الخديوي في إنشاء الكوبري وقتها فكرة عصرية متطورة، وتم إسناد المشروع أي مشروع كوبري قصر النيل لشركة فرنسية. استمر بناء الكوبري وقتها ل3 سنوات، وكان حتى منتصف عام 1871. وقد تكلف الكوبري 113,850 ألف جنيه، وكان طول الكوبري 406 متر اللي احنا ماشيين عليه حاليا دلوقتي، وكان عرضه 10 متر ونص. ثم تشكلت لجنة لاختيار الكوبري ومدى تحمله، ومرت عليه فرقة مدفعية من 6 مدافع عدة مرت عليها كوسيلة للاختبار. وبمجرد ما انتهت اللجنة من تقريرها افتتح الكوبري للجمهور، ومرت فكرة وجيزة وأصدر خديوي مرسوما يقضي بوضع حواجز على مدخلي الكوبري لدفع رسوم عبور. وقد قدرت هذه الرسوم بقرشين للجمل المحمل وقرش واحد للجمل الفارغ. وكانت هناك تعريفة خاصة لباقي الدواب. أما البشر فكان رسوم العبور للرجال والنساء فارغين وشايلين 100 فضة. أما الإعفاء الوحيد فكان للأطفال للذين كانوا دون سن ال6 سنوات من المارين مع أقاربهم في ذلك الوقت. وقامت الشركة بإهداء الخديوي ماكيت للكوبري مصنوع من الذهب الخالص. وكان الكوبري في ذلك الوقت مكونا من 8 أجزاء، منها جزء متحرك من ناحية ميدان الإسماعيلية اللي هو ميدان التحرير حاليا، وطوله 64 مترا لعبور المراكب والسفن، يتم فتحه يدويا من خلال عدة تروس، علاوة على جزئين نهائيين بطول 46 متر أيضا، و5 أجزاء متوسطة بلغ طول كل منهما 50 مترا. وقد تم تأسيس الدعائم الخاصة للكوبري من الدبش المحاط بطبقة من الحجر الجيري الصلب. وتم تنفيذ الأساسات بطريقة الهواء المضغوط،
وصممت فتحات الكوبري كي يمكنها حمل 40 طن والسماح بعبور عربات متتابعة ووزن كل منها 6 أطنان. ثم خطط الخديوي إسماعيل إلى تحويل القاهرة إلى مدينة تنافس مدن أوروبا من حيث التنسيق والجمال الحضاري. وسوف نلقي الضوء في هذه الرحلة إلى قصة الأسود. وقصة الأسود التي نراها على مدخلي ومخرجي الكوبري كان الخديوي إسماعيل كلف الفنان الفرنسي هنري الفرايد جاكمار لإبداع 4 تماثيل على شكل أسود ضخمة لوضعها كحراس على حديقة الحيوانات عند افتتاحها. إلا أن مع الانتهاء من أعمال الكوبري تولى الخديوي توفيق ابن الخديوي إسماعيل حكم مصر، وبدأ في تجميل كوبري الخديوي إسماعيل. وانبهر الخديوي توفيق بجمال الأسود، ووجد أنها تليق بهيبة ومقام والده الخديوي إسماعيل، وقرر وضعهما على مدخلي الكوبري بواقع أسدين على كل مدخل. وقد قام الفنان الفرنسي بصنع التماثيل من البرونز، وتم نقلها من فرنسا إلى الإسكندرية ووضعت في ديوان البحرية، ومنها إلى موقعها الحالي على كوبري قصر النيل. وقد بلغت تكلفة هذه الأسود ما يقرب من 198 ألف فرنك فرنسي. وأطلق المصريون في ذلك الوقت لقب أبو السباع على الخديوي إسماعيل كناية إلى سباع قصر النيل. وقد أقيم احتفالا كبيرا لوضعهما لتباهي فيه النحات بجمال وكمال عمله، حتى أشار طفل إلى أن الأسود بلا شارب. وكانت الأسود شاهدة على العصر، صامدة شامخة لقرن ونصف من الزمان، تحكي لنا أسرار القاهرة وتبوح بأريج النهضة والتطور والثورات والجولات، زيارات الأجانب وعبور الفلاحين من القاهرة للجيزة. ثم جاءت تسمية قصر النيل من قبل فكرة الخديوي إسماعيل لإنشاء الكوبري وهو قصر النيل، وهو ذلك القصر الذي شيده محمد علي باشا والي مصر لابنته زينب على ضفة نهر النيل. أما تاريخ الأسود قصر النيل فيعود إلى أواخر القرن ال19 كما قلنا، وقد أبدعها المثال الفرنسي الشهير هنري جاكوار بطلب خاص من الخديوي إسماعيل. وجاكمار هو المثال الذي صنع تمثال الكولونيل جوزيف سيف الذي عهد إليه محمد علي باشا ببناء الجيش المصري الحديث، فاستوطن مصر التي أحبها واعتنق الإسلام، فصار يعرف باسم سليمان باشا الفرنساوي. والخديوي إسماعيل من الحكام الذين تنبأوا مشروعا شاملا لتنمية القاهرة، وكان يرغب في محاكاة النموذج الأوروبي وتحويل القاهرة إلى مدينة على الطراز الأوروبي. وشهدت القاهرة في عهده تحولات كبيرة، من أبرزها جعلها مقرا للحكم بدلا من القلعة، وتضاعفت مساحتها بإنشاء عدد من الأحياء الجديدة مثل حي وميدان الإسماعيلية اللي هو ميدان التحرير حاليا، وبنيت مجموعة من السرايات منها سراي عابدين والذي أصبح مقرا للحكم، وسراي الجزيرة الفندق حاليا، وسراي الجيزة ودار الأوبرا المصرية، ونسق وحديقة الأزبكية وحديقة الحرية وغيرها من الحضارات. دمتم ودامت أوقاتكم.